اهلا بيكم في قناه خليفه اوتو واخر اخبار العربيات. الحلم بقى حقيقه وتصنيع السيارات في مصر ما بقاش بس كلام. دلوقتي بقى عندنا 9 موديلات محليه الصنع باسعار تحت ال1 مليون جنيه. ده مش بس تغيير في سوق العربيات، ده نقله نوعيه لمكانه مصر في صناعه السيارات العالميه. خلونا نخش في التفاصيل ونتعرف على الموديلات دي مع بعض وتاثيرها على المستعمل. تابع معايا للاخر. تخيل كده شركه ام جي داخله بقوه في السوق المصري باستثمار 135 مليون دولار، شراكه مصريه صينيه. والإنتاج هيبدأ في 2026 بطاقة 50,000 عربية في السنة. والأجمل إن نسبة المكون المحلي هتعدي 45%، يعني العربيات دي مصرية بجد. شركة جيلي دخلت بمصنع فيه خطين إنتاج بطاقة سنوية 10,000 عربية واستثمار 100 مليون دولار، وموديلات قوية زي جيلي إيميجرانت اللي سعرها 850,000 جنيه، وكوري اللي بتيجي بمليون و270 ألف. إيه رأيكم؟ بروتون مش سايبة الساحة وبتخطط لإنتاج 5000 عربية في 2025، ووصول الإنتاج ل 25,000 عربية بحلول 27. استثمارات بتوصل لمليار جنيه. ده معناه ان احنا هنشوف بروتون ساجا في الشوارع المصريه اكتر من اي وقت فات. وده كمان لان بروتون ساجا اعلنت بشكل رسمي كارخص عربيه اوتوماتيك في مصر ب 630 الف جنيه. شيفورليه اوبترا انتاج محلي بجوده عالميه. المنصور عمل شغل عالي وحدث خطوط الانتاج بتكنولوجيا متطوره باستثمار اكتر من 20 مليون دولار. واوبترا 2025 هتنزل بسعر يبدا من 725 الف للفئه الاولى و750 الف للفئه الثانيه. نيسان واستثمارات بالملايين. نيسان بتضخ 45 مليون دولار عشان تطلق طراز جديد بالكامل، وهيتم تصنيع 10,000 عربيه منه في مصر، مع خطط تصدير 7,000 عربيه منه. مستقبل قوي للصناعه المحليه. هيونداي الانترا اي دي رجعت تاني. هيونداي قررت ترجع الانترا اي دي محليا عشان تعوض غياب النسخه المستورده، باسعار تبدا من 990 الف جنيه لفئه سمارت وتوصل لمليون 175 الف جنيه لفئه التوب لاين. شيري تيجو 4 العربيه دي نازله بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوه 118 حصان، والفئه التربو 145 حصان. تبدا من 910,000 لغايه مليون و70 الف اعلى فئه. شيري تيجو 7 بمحرك تربو 1.5 لتر بقوه 145 حصان مع نقل حركه ثنائي التعشيق 6 سرعات عشان اداء وكفاءه في استهلاك الوقود تكون اعلى. هيونداي اكسنت ار بي بتتجمع في مصنع جي بي اوتو في 6 اكتوبر بطاقه 30,000 عربيه سنويه، وده معناه توفرها باسعار منافسه بتبدا من 795 وبتوصل ل 995 الف جنيه. زي ما شفنا مصر داخله بقوه في صناعه السيارات وبقت مش بس مستهلكه لكن منتجه بجد. وطبعا مع نزول العربيات الجديده دي الاسعار في سوق المستعمل لازم هتتاثر، لاننا كنا شايفين اسعار مجنونه لعربيات مستعمله بتتباع اغلى من الجديده. فالفتره الجايه ممكن نشوف انخفاض في اسعار المستعمل اللي كان بيوصل لارقام غير منطقيه. شاركونا في الكومنتات ايه اكتر عربيه عجبتكم، ولا شايفين ان الاسعار دي لسه غاليه؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد في عالم السيارات. سلام.